السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال دايما يا رب. النهارده يا حبايب قلب الفيديو مختلف، بعيد عن الطبخ وبعيد عن الروتين. النهارده هوريكم شويه الزرع الحلوين اللي احنا زارعينهم. يلا بقى خليكم لاخر الفيديو هتستفيدوا منه ان شاء الله. وقبل ما ندخل على الفيديو حطوا اللايك يا حبايب قلبي، يا رب الفيديو بتاعي ده يعجبكم. ولو عجبكم لايكاتكم الجميله اللي بتفرحني وبتسعدني وبتكبر بخاطر نحط اللايك الجميل بتاعنا وكومنت حلو كده زيكم. وحبايبي اللي اول مره يشوفوا القناه وما اشتركوش فيها، فضلا وليس امرا الاشتراك في القناه. انا طلعت على السطح يا حبايبي، اول حاجه ابتدينا بيها زارعين جرجير، بسم الله ما شاء الله. نقطف كده شويه جرجير للغدا، ما شاء الله عليه، شوفوا عامل ازاي. ده على السطح يا حبايب قلبي، انا عندي جوزي بيحب الزرع خالص، فزرع لي على السطح زي ما انتم شايفين جرجير، وفي حاجات تانية هوريها لكم. خليكم معايا لاخر الفيديو هتستفيدوا والله يا حبايبي. ده الزرع ده يعني حلو خالص كده، انا حاسه كده ان انا قاعده في الغيط، قاعده في الريف. ما شاء الله يعني حاجه حلوه خالص. وقت ما احب كده اطلع اجيب جرجير بطلع اجيب يا حبايبي، الحاجه موجوده قدامي وبتكلفة بسيطة جدا، يعني مش كلفتنا كتير موضوع الزرع ده. احنا عندنا صناديق خشب كده زرعنا فيها ما شاء الله احسن جرجير، وزرعنا فيها خيار، وزرعنا فيها كل حاجة. هوريكم دلوقتي يا حبايبي، ولو عجبكم الفيديو بتاعي حطوا اللايك. زي ما انتم شايفين يا حبايبي قطعت شوية جرجير، وفي طبعا عندي مشكلة قلت اخد رأيكم فيها. تفيدوني برضو، لان انا محتارة بين يعني في موضوع انا محتارة فيه. انا مقيمة هنا في العريش بقالي 18 سنة. طبعا يعني انا جيت هنا عروسة، حبيت البلد واعتبرت نفسي ان انا من اهل البلد. وزي ما انتم عارفين ان احنا لينا شقة في الشرقية، وبننزل عليها بنقعد فيها اهلنا هناك طبعا. وبننزل في الشقة بتاعتنا، احنا عاملينها استراحة لما بنزهق من العريش. بننزل الشرقية نغير جو، نقعد يومين اسبوع شهر بالكتير. بس انا ما تعودتش ان انا اقعد يعني فترة كبيرة فيها. انا حياتي هنا في العريش، وكليات ولادي ومدارسهم هنا في العريش. فطبعا جوزي مصمم ان انا انزل الشرقية اعيش فيها. فطبعا انا مش حابه يعني القعده في الارياف، وولادي برضو مش مرتاحين هناك. احنا حياتنا هنا وعيشتنا هنا ووضعنا هنا. بس هو مصمم. انتوا قولوا لي كده حبايبي في الكومنتات وعرفوني انا غلط ولا صح، يعني اسمع كلام جوزي وانزل البلد واخد ارضنا ونزرعها وكده، ولا دني هنا في العريش موجوده في العريش. فانا محتاره في الموضوع ده، فقولوا لي كده في الكومنتات. والموضوع ده طبعا مسبب لي مشاكل بيني وبين جوزي، فمش عارفه اعمل ايه. فقولوا لي لو مثلا رأي جوزي صح ان انا انزل البلد واقعد في بيتنا وازرع ارضنا. قولوا لي لو دنا هنا في العريش موجودة مع ولادي، وكليات ولادي هنا في البلد، وعيالي مش مرتاحين غير في العريش. برضو عرفوني وقولوا لي كده رأيكم، يهمني يا حبايب قلبي. شوفوا ده بيتي انا يعني مرتاحة فيه، وزرع فوق السطح زرع حلو خالص. ويعني مرتاحة في المكان اللي انا قاعدة فيه. اسيبه وامشي؟ طب الكلام ده ينفع؟ قولوا لي برضو، يمكن انا يعني رأيي غلط. انتوا قولوا لي وعرفوني اعمل اسمع كلام جوزي وانزل اعيش في الشرقية، ولا يعني ادني هنا في العريش زي ما انا. قولوا لي يا حبايب قلبي، ومعلش انا دوشتكم بالموضوع بتاعي ده. بس بجد انا محتارة وقلت اخد رأيكم فيه. حبايبي متابعيني ام محمد، ممكن تفيدوني وتقولوا لي رأيكم انا صح ولا غلط، وتعرفوني اعمل ايه، لاني محتارة جدا جدا. قلت اوريكم الزرع الجميل بتاع اللي فوق السطح حبايب قلبي. جوزي بيحب الزرع وبيحب الحاجات دي، هو اللي زرع الحاجات الجميله دي. حطوا له اللايك يا حبايب قلبي، وادعمونا كده وفرحونا بالاشتراكات الجميله بتاعتكم والكومنتات. وهنا يا حبايبي زي ما انتم شايفين احنا زارعين خيار اهو، والخيار عندنا منور ما شاء الله. شوفوا الزرع في الخشبه اللي انتم شايفينها دي، بسم الله ما شاء الله. والخيار مطلع خيار صغنن اهو ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله على الجمال والحلاوه. وهنا يا حبايبي شوفوا عاملين ده خضره محشي كزبره جميله جدا اللي مزروعه في الرمل دي يا حبايبي. وزارعين برضو فيها جرجير، بعد عود جرجير كده اهو ما شاء الله. ده زرع ايدينا كده فوق السطح يا حبايبي، اي حاجه بنستغلها بنزرع فيها. وده خيار ودي طماطمايه. هي شجره واحده طماطم هي طالعه لنا كده ما شاء الله. شوفوا عامله ازاي. ودي خياره اهي برضو، الخيار طالع يا حبايبي بس لسه صغير ما شاء الله. اللهم صل على النبي. اللي يشوف الفيديو يا حبايبي بقى وما اشتركش في القناه يشترك، ولو عجبه الزرع بتاعنا الجميل ده. وهنا برضو خيار اهو بسم الله. وبرضو بصل، اللهم صل على سيدنا محمد. ودي روزماري يا حبايب قلبي، الروزماري ده حلو خالص للشوربه ما شاء الله، فريش اهو.
شوفوا الجمال، شوفوا الحلاوه، بجد ما استاهلش لايك على الجمال والحلاوه دي. وحطوا لايك لابو احمد، هو اللي زرع الزرع الجميل ده. ما شاء الله، اللهم صل على سيدنا محمد. وهوريكم كمان زرعين بصل، وده برضو نعناع اهو يا حبايبي اهو، وبصل، زرعين بصل كمان. البصل ده من زمان يا حبايبي ما شاء الله. السنه دي يعني ما اشتريناش بصلايه واحده. ابو احمد زرع لنا بصل كتير ما شاء الله. وهنا بصل برضو، والبصل خلاص هيطلع تقاوي، هي الورود الخضراء اللي فوق دي هتعمل تقاوي ما شاء الله. وده بصل، وبرضو هنا نعناع، وهنا بصل يا حبايبي. احنا زارعين بصل كتير ما شاء الله، اي حاجه بنستغلها بنزرع فيها بسم الله ما شاء الله. وهنا برضو جرادل فيها بصل يا حبايبي ما شاء الله، دي سايبينها تقاوي اهو زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله. حبايبي ده جرجير كمان اهو، هو ده الجرجير اللي فوق السطح اللي انا لسه مقطعه منه ما شاء الله. شوفوا عامل ازاي، بجد حلو خالص ما شاء الله. يعني افكار ابو احمد هو اللي بيحب الزرع، زرع لنا الحاجات الجميله دي ما شاء الله يا حبايب قلبي. لو عجبكم الفيديو بتاعي يلا اللي ما اشتركش في القناه فضلا وليس امرا يشترك في القناه كده، وتدعموني وتشجعوني وتكبروني. قناتي مش هتكبر غير بيكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.